السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عباشركم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. وباش كتمناو ان شاء الله اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم واحد الحليوه اللي كتجي رائعه واقتصاديه ومقرمشه ولذيذه. غادي تنفعكم في هذا العيد الاضحى، ويعني ما كتاخذش الوقت في الخدمه ديالها. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. كما كتشوفوا هنا عندي رابعه ديال الزبده، المهم مارغارين. انا كنختار هاد ماماتي لانها كتجي سهله في الخدمه، دغيا كتخدم. كما كتشوفوا عندي 250 غرام ديال الزبده. هنا غادي ندير واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي ندير 250 غرام ديال السنيده حبيبات كيف ما كتشوفوا. عبروا بالكيسان ديال العنبه اللي هما 2 كيسان. ساشيه ديال فاني، وغادي نمزج هاد الخليط مزيان حتى ندخل هاد السنيده هادي في هاد الزبده. من بعد البنات غادي نضيف البيض. المهم انا كما كتشوفوا هنا متوفر ليا هاد 3 صفار البيض، لانني استعملت الابيض ديال البيض في لي ماكارون وبقى ليا الصفر. غادي نديرو في هاد الحلوه هادي وغادي نضيف عليه بيضه كامله. المهم نتوما البنات ديروا 4 البيضات، يعني 4 البيضات كافيين باش ديروا هاد الحلوه هادي. انا غير ما بغيتش نضيع داك الصفر ديال البيض، استعملته في هاد الحلوه هادي. كما كتشوفوا غادي نضيفوا 2 كيسان ديال الزيت، هذا الكاس الاول وهذا الكاس الثاني بمقياس كاس العنبه. المهم انا عبرت هذا الكاس هذا جاني قياس العنبه خدمت به. كيف ما كتشوفوا غادي نمزج هذا الشيء كامل البنات حتى يطلق هذا الخليط ويولي بهذا الشكل هذا على شكل بوماد. من بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الكوك اللي حمرته قبل، كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا كيعطي واحد المذاق وواحد اللوغو وواحد الريحه فيها ملي كطيب يا سلام. غادي نخدموا هذا الخليط مزيان البنات. كما كتشوفوا ديما الحلوه في هذه المرحله هذه هنا فين تخدم الزبده وفين تذوب فيها سنيده. من بعد ملي كنضيفوا الطحينه البنات ما خصناش نبقاو نعجنوها بزاف، يعني نجمعوها غير باطراف الاصابع باش تجيكم هشيشه ومقرمشه وكتذوب في الفم. كما كتشوفوا البنات هنايا غادي نضيف 2 ساشيات ديال الخماره من فئه 7 غرام، وغادي نضيف الطحين من بعد يعني تدريجيا البنات. الطحين ديجا عندي انا مغربل كيف ما شفتوا، وغادي نبدا نضيف هكا غير بشويه ونخلط باطراف الاصابع، ما نعجنش البنات وما ندلكهاش بهذا الشكل هذا باش تجي مرمله وتجي زوينه. وما نغلبوش الطحين وما نكثروش الطحين البنات، يعني مني نشوفوا هاد الجمعات كنبداو نقيسوها باليد اللي ناشفه صافي ما كتلصقش. صافي هذا هو القوام ديال الحلوه كيف ما كتشوفوا كيجي هكا بهذا الشكل هذا كيجي رطب. من بعد البنات غادي نشكلوها على شكل هلال بهاد القطاعه هذه. انا غادي نخدم الا عندك الهلال خدمي به، ما عندكش خدي قطاعه بهذا الشكل هذا وغنخدموا حتى بالفورشيط. غنوريكم الشكل اللي غادي نديرو، الشكل المعروف. هاد الحلوه راه معروفه من زمان. ممكن ما كتشوفوا غادي ندير واحد الساشيه نفرشها بعدا هي الاولى، ومن بعد غادي نضيف عليها الساشيه الثانيه باش ما تمحنيش وما تلصقش معايا. كما كتشوفوا غادي نبسطها بهذا الشكل هذا، والسمك ديالها البنات ما يتعداش 1 سنتيم، يعني ما نرقوهاش وما نخليوهاش غليظه بزاف، يعني باش في الطياب تجي الحلوه يعني مهبره شويه من الداخل ويدخلها الطياب وتحمر وما يعني ما تجيش مدقسه من الداخل كيف ما كتشوفوا. وغادي ندير هاد العمليه بالفورشيط بحال هكا، يعني كما نقولوا نمشطوها ولا نقبشوها، المهم لكم الاختيار كيف ما بغيتو تسميوها بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نبدا نقطع بالقطاعه كيجي داك المنظر ديالها كأن زعما دايره شي حاجه من الفوق، يعني كتجي مبربشه كتجي المنظر ديالها زوين. المهم تقطع البنات كنقطع كما شفتوا كنقطع وكنجر القطعه ديك الجره اللي كنجر غير بحال كنجمع هذاك اللي لان مع بني كنبداو نقبشوها هكا بالفورشيط راه بطبيعه الحال كتبدا تتفرتت، ولكن ملي كنجروها هكا بالقطاعه بحال كنجمعوها على بعضياتها بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا التقطيعه ساهله البنات. صافي غير كتقطعوا داك الطرف الاولاني ومن بعد كيبقى يتقطع لكم داك الهلال بكل سهوله. ما عرفتوش الا كان عندكم القطاع ديال الهلال خدموا به. كما شفتوا البنات كنجر بهذا الشكل هذا، يعني حتى ملي كنهزها ما كنحتاج لا موس لا والو، كنهزها بكل سهوله. وهذه هي الحلوه ديالي البنات. كنفرش بابي كويسون في اللاطه وتنستفها. راه البنات خرجت ليا 3 اللاطات من هادو، يعني عطات واحد الكميه وفيره. كما شفتوا دائما الحلوه في الفران كنبعدوها على العافيه وكنقصوا منها باش كتحمر مقاده دفعه واحده. كما شفتوا الكميه اللي خرجت معايا البنات هي هذه، تبارك الله راه كتعطي كميه كثيره وواحد الريحه فيها البنات ما نقولش لكم مع داك الكوك المحمر اللي فيها من الداخل.
كما شفتوا. وغادي نرجع نستفها في اللاطه بهذا الشكل هذا، وغادي ندير لها خطوط بالشكلاط. يعني خديت الشكلاط العادي كالا او لا شوكولا من نوعيه جيده اللي بغيتو، وتذوبوا هكا وتبداو ديروا الخطوط بهذا الشكل هذا. بغيتو ديروا حتى الشكلاط الابيض ممكن ديروا، راه كيجي خط بالابيض وخط بالكحل تيعطي حتى هو منظر كيف ما شفتوا. وهذه هي الحلوه ديالي البنات، جات غزاله وما تسخاوش تتبعوا من هاد حلوه ديال دواز اتاي كتجي بهذا الشكل هذا. ومن هذا الفيديو هذا كنبغي نشكر مجموعه صدق والتعاون، اقوى واصدق مجموعه في اليوتيوب برئاسه العملاق اتوميكس فلوغ، يدعم في جميع الشروط، الساعات، العصافير، الدولار، الدعم بالمجان البنات، وصادق من العملاق بهواتف حقيقيه من فرنسا. اللي بغى الدعم معلي الا يتواصل معايا في الفيديو هذا اللي غادي نحط، يخلي تعليق ونوصلوا للمجموعه ان شاء الله. كنبغي نبارك لكم العواشر كامله الامه الاسلاميه والناس اللي كتتبعني واعضاء المجموعه كاملين البنات اسم كنبارك لكم العواشر، وتنبارك العواشر المشرفات والاخي اتوميكس، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. كما كتشوفوا البنات هذه الحليوه ديالي راه كتجي يا سلام، كتذوب في الفم ما تسخوش تشبعوا منها. هذه راه ما خصهاش تخطى من الدار صراحه، دواز اتاي كتجي غزاله كما شفتوا من الداخل، كتجي طيبه من الداخل ومحمره وزوينه. نتمنى البنات هاد الحليوه هذه تنال الاعجاب ديالكم، تابونوا عندي في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم مني كل جديد، وما تنسونيش من التعاليق المحفزه. وكنبغي نشكر الناس اللي كيخليو لي التعاليق الزوينه، شكرا لكم بزاف، لا يخطيكم عليا. وعيدكم مبارك سعيد وبالصحه والراحه.